فنفس اللي عملناه في الكيمياء هنعمله في الفيزياء، حرفيا هنكون خلصنا الكيمياء العضويه في اسبوع وخلصنا الفيزياء الكهربائيه في اسبوع، فكده في اسبوعين بس خلصنا نص الكيمياء ونص الفيزياء. هل انت كنت متوقع انك هتمتحن ثانويه عامه في شهر 10؟ او مثلا لاي سبب من الاسباب الوزير هيلغي الامتحانات ويخليها في شهر 11 الجاي؟ كلنا عارفين الامتحانات هتبقى يوم 15/6 من قبل ما الجدول ينزل. من بعد ما الجدول نزل كميه صياح رهيبه، وعندي في المسجات يا مريم انا هعمل ايه دلوقتي، انا هاجل السنه، انا مش هلحق، طب ما عادش وقت، طب وانا مراكم كتير، طب هعمل ايه. الخوف بدأ يملأ قلوبنا كلنا ان خلاص ثانوية عامة بتخلص وانك هتعمل ايه ومش عارف تعمل ايه. عاوز اقول لكم ان طبيعي جدا تكون خايف بعد ما جدول الامتحانات ينزل، ولكن مش الخوف اللي يخليك واقف مكانك ما تعملش حاجة، انك تشوف انك مثلا ضعيف في المادة الفلانية فانت مش هتجيب مجموع ومش عارف تذاكرها، عندك تراكمات كتير لسه ما بدأتش، شايف ان خلاص السنة خلصت، مع ان لسه في حوالي 100 يوم قبل امتحانات ثانوية عامة. ال 100 يوم دول انت ممكن تغير بيهم كل حاجة، لو ما بدأتش اي مادة، لو ما ذاكرتش، لو ما تعرفش حاجة، لو عندك تراكمات كتير، لو عندك مادة ضعيف فيها، كل الحاجات دي في ال 100 يوم انت تقدر تحلها ان شاء الله. واقول لك في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله كل حاجه ماده ماده هتعمل فيها ايه، هتذاكرها ازاي، عندك تراكمات كتيره لسه بتبدا المنهج اصلا هتعمل ايه. ولكن قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتشوف الفيديو لاخر الفيديو، ويلا نشوف الفيديو. اول حاجه نتكلم عنها دلوقتي وهي انك مثلا في ماده معينه من المواد العلميه زي الكيمياء والفيزياء والاحياء عندك مثلا فيها تقصير، او مثلا حاسس انك مش احسن حاجه في الماده دي، ما بداتهاش اصلا، ما تعرفش عنها اي حاجه. هقولك دلوقتي هتعمل فيها ايه. كل ماده من المواد دي بتتقسم نصين، زي مثلا لو جينا نتكلم عن الكيمياء عندنا كيمياء عامه وعندنا كيمياء عضويه، لو جينا عن الفيزياء عندنا فيزياء كهربيه وفيزياء حديثه، لو جينا مثلا للاحياء عندنا احياء عادي وبيولوجيا جزئيه، لو جينا مثلا نلم ماده فيهم زي الكيمياء عندها الكيمياء العامه وعندها الكيمياء العضويه. لو مثلا عايزين نلم بالعضويه الاول، فالعضويه عباره عن 12 درس، انت كل يوم لو اخدت درسين هتخلص نص الكيمياء يعتبر في 6 ايام. انت مش حاسس دلوقتي ان الدنيا وضحت وخلاص ان في وقت هتلم نص الكيمياء حرفيا في 6 ايام؟ ممكن كل يوم درسين. الكيمياء العضويه اصلا سهله وسهله جدا الربط في بعض، يعني مش هتحتاج منك مجهود او مثلا مسائل وتعقيد، هي فيها شويه ربط. انت لو عرفت تربط كل درس باللي بعده هتبقى كويس جدا في العضويه، وخصوصا ان امتحان الكيمياء اخر السنه بيبقى مثلا حوالي 70% 75% عضوية. فانت لو قررت تبدأ بالعضوية دلوقتي وتذاكرها لو في اسبوع، خلاص انت ضمنت ان شاء الله انك هتجيب درجة تحفة في الكيمياء. وعلى نفس الحوار ده هنذاكر الفيزياء. الفيزياء برضو عندنا كهربية وعندنا حديثة. الحديثة سهلة جدا وتتلم حرفيا كلها في 3 ايام، ولسه المدرسين بيشرحوا فيها فاحنا هنسيبها شوية. هنذاكر اهم حاجة الكهربية لان الكهربية اكتر، حوالي 15 درس. ال 15 درس دول لو انت كل يوم ذاكرت الدرسين في اسبوع هتخلص نص الفيزياء. فنفس اللي عملناه في الكيمياء هنعمله في الفيزياء، حرفيا هنكون خلصنا الكيمياء العضويه في اسبوع وخلصنا الفيزياء الكهربائيه في اسبوع، فكده في اسبوعين بس خلصنا نص الكيمياء ونص الفيزياء. انا برضو عارفه ان الموضوع مش هيكون بالسهوله دي، انك هتلم كل الكيمياء العضويه في اسبوع وهتلم الفيزياء الكهربائيه كلها في اسبوع والدنيا هتبقى كويسه. الموضوع هيبقى صعب، انا فاهمه الحوار ده، ولكن انت لازم تعمل كده. انت لو ما عملتش كده هتضيع. انت لازم تستغني عن كل حاجه في حياتك ال3 شهور دول وتقعد بس انت ومذاكرتك وتفكر في مستقبلك بس. محدش هينفعك. الموبايل اللي انت قاعد عليه دلوقتي بتضيع وقتك وبتسكرولينج وبتكلم صحابك وبتفتح معرفش تعمل ايه، الكلام ده الموبايل معاك طول العمر. الموبايل بعد ال3 شهور دول ان شاء الله معاك لحد ما تموت، انما ال3 شهور دول لو عدوا مش هيتكرروا تاني. ال3 شهور دول انت بتبني فيهم نفسك وبتبني مستقبلك. لو عايز تفضل تسكرولينج بقى وتخرج مع اصحابك وتعمل رمضان نايتس والكلام ده فخلاص، فكر بس انك بعد 3 شهور هتوصل لحلمك، هتبذل اقصى ما عندك ال3 شهور دول وهتعمل كل اللي تقدر عليه عشان توصل. هتقولي ده 3 شهور ومش هلحق ومعرفش اللي بادئين من شهر 8 اللي فات وان انا خلاص ما عادش وقت. لا لسه في وقت، والله لسه في وقت. انا مش بقولك كلام كده ان انا بسكتك ان خلاص بقى والموتيفيشن وذاكر، لا ولسه في وقت بجد. لسه حوالي 100 يوم. ال 100 يوم دول انت تعرف تجيب فيهم ال5 مواد من الاول تذاكرهم وتراجع عليهم وتعمل كل حاجه، بس انت حاول تقنع نفسك ان لسه في وقت. ما تخليش الشيطان يجي يقول لك ما عادش وقت واللي بدا. الشيطان يعدكم الفقر، يعني حرفيا يفضل يقول لك ان ما عادش في وقت وانك مش هتقدر تذاكر وان اللي بدا ومهما تذاكر مش هتعرف تجيب مجموع. الامتحان لو بكره وذاكرت النهارده وخلاص يعني ندمت انك ضيعت الفتره اللي كانت قبل الامتحان، ممكن اللي تذاكره النهارده هو اللي يجي في الامتحان بتاع بكره وربنا يكرمك على قد سعيك النهارده. فما تفكرش ابدا ان هي مثلا باللي بدا الاول واللي بدا الاخر. عندك تراكمات في اي ماده، ابدا شوف الماده اللي انت ضعيف فيها ابدا ذاكرها، زي ما قلت لك اي ماده علميه، الكيمياء الفيزياء الاحياء الجيولوجيا، كل ماده اصلا منقسمه لنصفين. النص الاول ده تقدر تذاكره لوحده والنص التاني تقدر تذاكره لوحده، وممكن تذاكر تمشي من هنا شويه ومع هنا شويه.
وبرده لو مش عارف تظبط وقتك ولا تنظم الجدول ولا تعرف تمشي ال3 شهور دول ازاي، فانا هرشح لك اكاديميه ثانويه عامه. الاكاديميه دي كويسه جدا جدا، هترتب لك وقتك وهتنظمه لك وتعمل لك جدول وتتابع معاك يوميا، ولو عندك اي مشكله او اي حاجه ان شاء الله هيشوفوا لها حل وهيحلوا كل المشاكل اللي بتيجي في دماغك سوا، ويقول لك ال3 شهور دول تعمل فيهم ايه بحيث انك ان شاء الله تجيب المجموع اللي انت عايزه. وصدقوني هي ثقه، لان اخويا متعامل معاهم وانا اصلا عارفاهم عن طريق اخويا ورشحتها لي كتير جدا، وبصراحه كل اللي انا رشحته له اتكلم معايا وقال لي ان هم كويسين جدا وبيتابعوا معاهم كويس، وبجد ناس ثقه. فلو قلت لهم انك مترفع يعمل لكم ديسكاونت فوق الديسكاونت اللي عاملينه الفتره دي، فلو حابب تشترك معاهم هسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت وهحطه لك في التعليق المثبت ان شاء الله. طبعا احنا اتكلمنا عن المواد العلميه زي الكيمياء والفيزياء والاحياء والجيولوجيا، ولكن ما اتكلمناش عن اللغات زي العربي والانجليش والفرنساوي. طبعا من دلوقتي انت هتبدا تذاكر فرنساوي، لان الفرنساوي مش بيتضاف للمجموع ولكن ماده نجاح ورسوب، يعني لو رسبت فيها هتعدل سنه حتى لو جايب 99%. فانت لازم تذاكر فرنساوي من دلوقتي وتبدا بقى تاخد واحده واحده جنب المواد كده، وانت بتذاكر مثلا كل يوم ساعه في اخر اليوم هتحفظ الكلمات، هتراجع الجرامر بتاعه، الكلام ده، فانصح انك تذاكره من دلوقتي. ولو جينا للعربي، لو ما تعرفش في العربي اي حاجه، فحرفيا المراجعه النهائيه بس بتاعت اي مدرس هتلم لك كل حاجه. المراجعه النهائيه اللي بيعملوها اخر السنه بتاعت العربي بالذات حرفيا ما بيسيبوش فيها تفصيله معينه. انا كنت باخد مع مستر رضا الفاروق، فكان بصراحه كان عامل حوالي 10 محاضرات قبل الامتحان. ال10 محاضرات دول اتكلم فيهم بالتفصيل الممل عن المنهج، حكى كل حاجه سواء نحو، بلاغه، ادب، نصوص، قراءه، دربنا وعمل كل حاجه. فما تشيلش هم العربي، انت هتبدا دلوقتي تسمع بس في النحو، مثلا الوحده الاولى نحو تسمع له فيديو مثلا ساعتين 3، انت كده لميت الوحده الاولى. الوحده الثانيه نفس الوضع، الوحده الثالثه نفس الوضع، وهتبدا تحل عليهم. الموضوع مش صعب، هتكتب على اليوتيوب حتى، مش لازم تشترك مع حد، والعربي هيتلم كويس. وبالمناسبه ركزوا على العربي جدا جدا، لان العربي ماده ب 80 درجه وب20% من المجموع اخر السنه، فما ينفعش نستهين بيها. لازم مثلا في العربي تدرب نفسك كل يوم لو نص ساعه، تحل النهارده قطعه قراءه متحرره، بكره نصوص متحرره، تحاول تمشي ايدك في القراءه والنصوص لانها بدرجات كتيره في امتحان اخر السنه، وبتكون على فكره سهله بس لو انت اتدربت عليها كتير. وبالنسبه للنحو انا قلت لك كل واحده تسمع مثلا فيديو ساعتين 3 لكل واحده، تلم معاك مثلا في يومين. لو انت سبت يومين بس للنحو بتاع العربي هتلم كل حاجه ان شاء الله، ولكن لازم برضو تتدرب على الحل الكتير. والبلاغه والادب برضو هتذاكرهم. الادب هتحفظ فيه، الادب حفظ، ما تقولش ان انا هفهم بس، لا انت تحفظ كل مدرسه والسمات بتاعتها، لان في كتاب اخر السنه بتاع المفاهيم هيكونوا موجودين مش كلهم، وبرضو حكايه انك بتدور في كتاب المفاهيم هتاخد منك وقت. لسه دلوقتي الانجليش. انا بادئه مذاكره انجليش من نص 3، وفي اخر السنه نقصت درجه واحده بس في الانجليش، جبت تقريبا 49 من 50. فانا الماده سهله جدا، والدرجه اللي نقصتها دي اصلا علشان غيرت اجابه في اخر اللجنه، فما كانتش كمان غلط عندي، انا كنت عاملاه صح في الاول. في ماده سهله جدا، وان شاء الله في الفيديو الجاي نتكلم بالتفصيل هتعملوا ايه في الانجليش. بس لو هتكلم دلوقتي سريعا، اهم حاجه في الانجليش انك تحفظ كلمات، احفظ كلمات كتير جدا. امتحان اخر السنه في الانجليش بيبقى عباره عن كلمات، فانت لازم يكون عندك حصيله كلمات لغويه كويسه جدا في الانجليش عشان ان شاء الله تضمن الدرجه النهائيه في امتحان الانجليزي اخر السنه. سواء بقى كلمات المنهج، كلمات من بره المنهج، حاول تجيب كلمات من اي حته، قاموس او حاجه. هنزل لكم برده على جروب التليجرام كل الكلام ده، القواميس اللي فيها الكلمات بتبقى قريبه من امتحان اخر السنه، يكون معاكم الفتره الجايه ان شاء الله. والجرامر انا اتكلمت برضو على الجرامر بتاع كتاب المدرسه بتاع الانجليش بالذات، هتذاكر من كتاب المدرسه. ولو جينا مثلا للجرامر في الانجليش، فالجرامر مش بيجي صعب اخر السنه، الجرامر بيبقى سؤالين 3 وحرفين بيبقوا سهلين جدا. ذاكر الجرامر من كتاب المدرسه، كتاب المدرسه الجرامر بتاعه مش هيطلع بره الامتحان ان شاء الله. وهتكلم برضو في فيديو الانجليش ان شاء الله بالتفصيل هتعملوا في ايه. دلوقتي اعتقد ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو، بعد ما اتكلمت معاكم جدول الامتحانات هتعمل ايه وهتلحق ولا مش هتلحق، قلت لك كل ماده بالتفصيل هتذاكرها ازاي وكل حاجه، سواء المواد علميه او اللغات. وبرده كل ماده هنزل لها فيديو ان شاء الله الفتره الجايه هتذاكرها ازاي والمراجعه النهائيه فيها ازاي والكتب وكل حاجه، فما تقلقوش من الحكايه دي ان شاء الله هكون معاكم. ولو وصلت لنهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ومع السلامه.